لا الصفحة دي صعبة. ودي كمان صعبة. الكتاب كله صعب، الكتاب كله صعب. ما علينا. الامتحانات، انت هتيجي قبل فترة الامتحانات هتحس ان كله بيديك جرعات تشجيعية وتحفيزية. ابوك ذاكر يا حبيبي، يا حبيبي ذاكر يا حبيبي، ذاكر عايز افرح بيك، عايز اجوزك، ذاكر يا ابني ده انا كنت بطلع من الاوائل زمان. ما حصلش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص عشان تبقى فاهم، بطمنك بس. هتلاقي البنت بتاعتك وانت بتذاكر قبل الامتحانات بتكلمك، حبيبي ذاكر عشان خاطري، ذاكر بقى عشان خاطر كنزي يا عمر. مين كنزي يا عمر دول؟ تقول لك ولادنا في المستقبل. اقفل في وشها، اقفل في وشها. انا اللي بقول لك اهو، مش ناقصه هطل. انت اللي فيك مكفيك يا ابني، انت بتسقط يا بيه، بتسقط. قبل ما تبدا مذاكره، قبل ما تبدا المذاكره، نسكافيهك، سندوتشاتك تجيبهم لنفسك. جو بقى ان امك تلاقيها داخله عليك شايله الصينيه جايبه لك السندوتشات وكوبايه العصير الفراوله، وخد يا حبيبي ذاكر يا حبيبي ربنا معاك. مش هتلاقيه. ده جو مسلسلات رخيصه بس عشان تبقى فاهم. وبالنسبه للرجاله اللي بتصطبح قبل ما تقعد نص صباع ودفتر بفره اوتومان، مش هقدر اقول لك بطل دلوقتي، انا عارف اللي انت بتمر بيه، انا عارف المعاناه اللي انت بتمر بيها، معلش. تاني هقول تاني، اوعى تحط امل انك هتلاقي امك داخله عليك جايبه لك حاجه. انت بتبقى هتموت من الجوع في الايام العاديه وتقول لها هاتي لاكل، تقول لك خش هات الجبنه والعسل من جوه. هم مش حافظين الا الجبنه والعسل، فهات كل حاجه لنفسك. تاني انا قررت تاني اهو عشان ااكد على الموضوع ده، عشان الموضوع ده بيجيب نفسيه سيئه للواحد وهو قاعد. وانت بتذاكر باب اوضتك تفتحه سيبه مفتوح، ابوك طول الوقت مقتنع انك انت قاعد بتتفرج على افلام اكشن، والست الحاجه مقتنعه انك انت قاعد بتكلم بنات، وانت ما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي. ما علينا يعني، ما علينا. طب عايز تفتح باب اوضتك تعمل ايه؟ بوستر صغير، اجعل دقائق الانتظار تسبيح واستغفار، الزقه على باب اوضتك قبل ما تدخل تذاكر، وتقفل على نفسك كويس جدا عشان ما حدش يزعجك ولا يخبط عليك. انا فهمتك تعمل ايه. يبقى مقضيها مليطه طول الترم، طول الترم مريطه وقله ادب وحاجه تقرف يعني، مش فاهم. ويجي قبل الامتحان يقوم جاي يا رب يا رب اللهم اني اسالك البي بلس، ويقعد يصلي ويدعي. انت كده منافق وقذر، انت كده منافق وقذر. ربنا ما حدش بيضحك عليه، انت غبي، انت كده بتستغبى. هتلم ورق الدنيا والاخره، ورق من المعيد، ورق من المكتبه، ورق من الولاد بتاع الطعميه، وبرضه مش هتذاكر، برضه مش هيتفتح. مش عارف انت بتجيبه ليه، بتحس ان في سحب على الورق ده، يعني اللي هيجيب الورق ده كتير هينجح في الاخر. ما انت مش تفتحه يبقى ما تجيبهوش، هي بالعقل يعني مش صعبه. الفيسبوك، انا اصلا مزه فشخ. مدام امل المطلقه مش هينفعوك، مش هينفعوك خالص. حاول تذاكر وانسى الكلام ده خالص عشان والله هيجيبوك ورا. نيجي لوقت المذاكره. وقت المذاكره انت بتحس انك انت اغبى مخلوق خلقه ربنا، اغبى مخلوق على الكوكب ده. مش عارف، بيدور في دماغك اسئله غريبه جدا، اللي هو انا هتجوز امتى؟ هو القلم ده ميدين ايه؟ شوف النجار ابن الكلب اللي نسي يعمل الضرفه اللي قلت له عليها. اي حاجه هتلاقي في دماغك اي حاجه بتدور غير انك تذاكر. شوف بقى جو المرقعه، هو مرقعه كده غريبه بتحصل لك في وقت المذاكره ده. ما تحطش في دماغك انك انت هتحط على الكتاب، لا، لو حطيت في دماغك انك انت هتحط على الكتاب، الكتاب هو اللي هيحط عليك. هاوده خده بالسياسه، قول له ايه بقى مش كفايه كده، مش كفايه كده بقى. ده انا حاسس ان انا احفادي هيقولوا لي جدو انت رايح فين؟ هقول لهم رايح السكشن يا حبايبي. حاول تخليك تصعب عليه، حاول تخليك تصعب صاحبه وحبه. جو مذاكره الصحاب ما بياكلش. ما تذاكرش مع واحد صاحبك ده لو عنده بلاي ستيشن 3 او واي فاي، انت شلت الماده، شلتها. ممكن ما يكونش عنده لا بلاي ستيشن ولا عنده واي فاي، ويقعد بقى يقرفك بحكاياته مع حبيبته اللي بتخونه مع عبده الجزار اللي تحت بيتهم، وهو اصلا مش مرتبط. فبلاش جو المذاكره. وممكن يقعد يذلك، يقول لك انت حمار، يلا انت ايه ده، انت مفيش خالص، انت بتذلني يعني. طب انا فاشل، ساعدني، طيب ساعدني، انت بتبيد عليا ليه؟ تقعد تذاكر يجي لك لحظه اعتزاز رهيبه ولحظه فخر رهيبه باسمك، تكتب اسمك بالعربي وبالانجليزي وبالفرنسي وبالكرواتي في كل حته في الورقه، في كل حته. اسمك اللي انت بتكتبوش اصلا في اي يوم، بتقعد تكتبه ايام المذاكره. ما هو ده وقت الايه، المرقعه، ده وقت المرقعه واللعب. خد بالك، مش كل ما تبرشم اكتر كل ما هتنجح، لا. اصل يعني ما هتقعد تبرشم هتافور. فبلاش البرشام اللي ملوش لازمه. اصل بص، خد المفيد يعني. ما تجيش والاقي واحد مبرشم لي الملزمه كلها ولا الكتاب كله. انت متخلف يا ابني، انت غبي. هتقعد تقول ده امتى اصلا؟ انت ما عندكش فكره عن الماده. اللي بيبرشم ده اللي هو عنده فكره عن الماده، اللي هو عايز يعلي درجات، عايز يراجع، عايز مش عارف ايه بس. لكن برشام وانت ابيض مالوش فايده. تيجي تدخل الجامعه يوم الامتحان، اسود يوم في الحياه كلها، اسود يوم في الحياه. تدخل تلاقي واحد واقف مع واحد عمال يشرح له، والتاني مبلم وعامل كده ومش فاهم اي حاجه. وتلاقي واحده تانيه، يا بنات هسقط يا بنات والله، هسقط والله العظيم، مش فاهم اي حاجه، مش مذاكره خالص، وهي هتبقى معيده السنه الجايه.
بيقعدوا يكذبوا. البنات دول بالذات ما تاخدش منهم اي كلمه، والله ما تاخد منهم اي كلمه، اقسم بالله كلهم بيهروا. تمام. تيجي تدخل اللجنه، وانت داخل اللجنه بتحس انك انت الدنيا كلها جت عليك، وتحس ان الدنيا كلها كرهاك، وانك هربان من الجيش، واحاسيس غريبه كده مختلطه ببعضها. فما تحاولش تركز قوي، وانسى عادي. انا داخل افرح، انا داخل اتبسط عادي. هتاخد الورقه وتقعد تقرا ايه الكرسي، تقرا الفاتحه، تقرا عديه ياسين، تعمل عمره. مش مذاكر مش هتحل، مش مذاكر مش هتحل. دي اول حاجه. تاني حاجه، ما تحطش امل ان واحد هيغششك. يعني من الاخر كلنا اصحابنا قالوا معانا تقعد جنب واحد صاحبك وانت لسه وحدك تحت، والله هغششك وهديك وهعمل لك. واول ما تقعد ما بيحصلش الا حاجه واحده. ابراهيم انا ما حلتش حاجه يا ابراهيم. السؤال الاول يا ابراهيم، السؤال الاول رقم 2. السؤال الاول الجزئيه الثانيه معلش هخلص. يقول لك هخلص واديك، هخلص واديك. والله ما تخافش يا ابن الكلب، وربنا ما كتبت الا اسمي ورقم الجلوس. انت عبيط، انت متخلف يالا. الورقه فاضيه، ما حلتش اي حاجه خالص. هتلاقي المراقب جاي جنبك عمال يقول لك بص يا حبيبي، حل اللي تعرفه واللي ما تعرفوش سيبه. ده ايه المعلومه الفشيخه دي يا عم؟ انت متخلف. ده اديله بظهر ايدك وقع له اسنانه. تمام، دي لازم تعملها لازم. هتلاقي دكتور الماده معدي عليك والامتحان شغال. ايه يا ولاد، ايه اخبار الامتحان عامل ايه يا حبايبي؟ ايه اخبار الخازوق؟ كنت محتاج ازود غيري انا صح؟ داخل يبيد عليك وهو عارف ان هو حط امتحان خارج شبهه. ده بقى ايه؟ تعمل حاجه ظريفه جدا. بعد الامتحان تنزل، العربيه بتاعته مركونه قدام الجامعه، الاربع فرق تجيبهم على الارض، ونص قالب طوب تدغدغلوا الازاز. دول اشكال وسخه اقسم بالله وحياه ربنا. الدكاتره كلهم عايزين الحرق بجاز وسخ. اغبى حاله غش. اتنين متفقين ان هما يغشوا، يعملوا ايه؟ واحد يقوم جاي كاتب على ظهر التاني المنهج كله. اقسم بالله كان كاتب على ظهر الجاكيت بتاعه المنهج كله. عدي المراقب اللي هو بيمضي يكتب اسمه، اللي بيجيب النحس والفقر في الورقه ده، شافهم. والله في اول 10 دقايق الاتنين اتقفشوا. كان هيدبس لهم الجاكيت والله كان هيدبس الجاكيت في الورقه. والله كان يعني انا مش فاهم. ده انتوا عديتوا مرحله الترامادول والتامول، ده دخلتوا على برشام منع الحمل كده. انت متخلف. انت عامل الكلام يعني الكلام كاتبه قول لي مي مثلا، قول لي مي يعني مش فاهم. ما علينا. تخلص امتحانك يا ابني وتروح. حليت ما حليتش روح، ما تراجعش مع حد عشان ما تصابش بحاله من الاحباط والغيبوبه. تمام. اسوأ حاجه بتحصل لنا في حياتنا هي الامتحانات. ما اقدرش اقول غير كده. يلا سلام.